أهلا بكم. أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة تعودنا عليها كل يوم من نفس المكان وفي نفس الميعاد، لكن حكاية مستخبية، حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. في حكايات بتبقى صعبة قوي، زي الحكاية اللي عرضناها من كام يوم، البنت مع أمها، وإزاي أمها كانت في أمس الحاجة للأكل والعلاج، وإزاي البنت كانت بتفضل ولادها على أمها رغم إن الفلوس فلوس معاش أمها. كانت من القصص الصعبة، لكن قصة النهاردة عنوانها الرئيسي ممكن يكون فعلا القصة القذرة، لأن اللي حصل فيها شيء بشع ولا حد ممكن يتصوره. لكن احنا في الدنيا دي بنشوف فيها حكايات غريبة قوي، بنشوف فيها فعلا احنا تفوقنا على الحيوانات في الوحشية. النهاردة معانا قصة صابرين اللي عندها دلوقتي 42 سنة وفاكرة موضوع وحكاية مستخبية وهي كان عندها 15 سنة، يعني تقريبا فات 30 سنة على الحكاية المستخبية دي. وما ينفعش نقدم حلول لأن احنا برنامجنا فضفضة، بنحكي حكايات مستخبية جوانا، لكن بتبقى حكايات بشعة جدا. من أبشع الحكايات اللي أنا حكيتها يمكن في حكايات مستخبية من ساعة ما بدأت حكاية النهاردة، أبشع حكاية ممكن حد يسمعها، أبشع حكاية ممكن حد يتصورها، أبشع حكاية ممكن حد حتى يفكر إن هو يعملها، مش هيعملها بالشكل ده. لكن احنا في الدنيا، والدنيا ياما هنشوف فيها، وإن كان يصعب على حد يفتكر إن ممكن حكاية زي دي تحصل، لكن اللي بيحصل في السينما أحيانا بنقول عليه مبالغة، لكن اللي بيحصل في الدنيا بيكون أكتر وأكتر من إن احنا كلمة مبالغة نشوف لها مفردة تاني غيرها. النهاردة معانا قصة صابرين اللي وهي بتحكيها لي كنت بقول لها انت عملت كده؟ تقول لي ايوه. جالك القلب تعملي كده؟ ايوه. كنت بتبصي له في عينيه وهو بيبص لك في عينيه وانت بتعملي كده؟ قالت لي ايوه. قلت لها ما بكتيش؟ قالت لي هو اللي بكى. وانت كنت حالتي كنت مبسوطه جدا وفرحانه؟ كنت فرحانه وانت شايفه عين دموعه؟ ايوه. كنت فرحانه وانت شايفاه مكسور والكل بيبهدل فيه؟ تقول لي ايوه، كمان كانوا بيضربوه. طب بعد 40 سنة ولا بعد 30 سنة ايه اللي فكرك بالحكاية المستخبية دي؟ قالت لي هو انا كنت نسيتها؟ انا ما نسيتهاش، انا من زمان نفسي افضفض بيها، نفسي احكي، نفسي حد يسمعني، نفسي استريح، بس ما كنتش اقدر احكيها لحد، ما كنتش اقدر احكيها لحد، ما كنتش اقدر افضفض بيها لحد. قلت افضفض معاك انت يا استاذ حنفي. طيب فضفضي معايا. عايزين نسمع صابرين ونشوفها عملت ايه وليه محتفظة لغاية دلوقتي. احنا عارفين ان اي مصيبة بتتولد كبيرة ومع الزمن بيخف وطأتها كده وبتتلاشى، زي الاب لما يموت وزي الام ما بتموت، بيبقى الواحد يتهيأله ان الدنيا خلاص اسودت وان الموضوع انتهى، وان يا رب موتني، يا رب مخليني ليه بعد فقدان الاب وبعد فقدان الام اعيش لمين؟ لكن يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم الألم بيتنسي ويخف، والدنيا بتاخدك وبتعيش حياتك وبتتجوز وبتشوف ولادك وتفرح بولادك. طب والأب والأم بتفضل فاكرهم كذكرى، لكن حزن لما بتتفكرهم بس. فبالتالي كل المصايب بتتولد كبيرة ومع الزمن بتخف. لكن صابرين للأسف حكايتها ما تتنسيش وتفضل سيف مسلط عليها يأنبها ويوجعها، وخاصة كل ما تتفكر الدموع وهي نازلة من عينين أقرب واحد ليها، والضرب اللي كان بياخده وهي واقفة فرحانة. ايه حكاية صابرين؟ نسمع صابرين واكتبوا يا جماعة تعليقاتكم.
احنا مش بنقدم حلول، ده موضوع عدى عليه 30 سنة، احنا بنفضفض بس ومش عايزين حد يتجاوز. هي فعلا تستحق كلام كتير، لكن احنا مش عايزين نقعد ندبح فيها، كفاية ضميرها اللي متسلط عليها. تعال نسمع حكاية صابرين، وهي فعلا اسمها صابرين، والشيء الأغرب إن هي فعلا كانت صبر في حلق أقرب واحد ليها. نسمعها وبعد كده نرجع لكم تاني. السلام عليكم. مش عايزة حد يشتمني ومش عايزة حد يبهدلني، كفاية اللي أنا فيه. يعلم ربنا أكتر من 30 سنة ما نسيت اللي أنا عملته، وبتعذب بيه يوم ورا يوم، وبنام وبفتكره، وأصحى وأنا فاكراه. بقى قدامي على طول، ومع الزمن مش قادر أنسى. موضوعي كنت لسه طفلة يمكن 10 سنين، وكان أبويا وأمي زي النار والبنزين، على طول خناقات، على طول ده أبويا يضرب أمي. أبويا كان مؤذي، ما اقدرش أقول إن هو كان راجل يعني، لا كان بيضرب أمي كتير. وبرضه ما اقدرش أنكر إن أمي برضه كانت تستاهل بأمانة، كان صوتها عالي وبتتخانق مع الجيران وكلها مشاكل والناس كلها بتشكي منها، ويجي أبويا من الشغل ده يشتكي له وده يشتكي له ودي تشتكي له. كان يدخل أبويا ينزل في أمه ضرب، وامي تقول لي تقول له انت هتعمل راجل عليا، اعمل ده على هزه مراتك. اللي يقول لي انا عارف، يقول لي انا عارف لسانك وعارفك انت اللي بتجر شكله. فكانت امي ما بتسكتش، وكان ابويا بينزل فيها ضرب. انا كنت بحب امي زي اي بنت بتحب امها. ابويا كان بيضربني، كان بيقول لي انت هتطلع زي امك، لسانك طويل وهتطلع بيجح وقلة ادب. فكان دايما ابويا يشتمني، وكان دايما يكره يشوفني في الشارع، يقول انا خايف ان انت تفضلي في الشارع لغايه ما تجيب لنا مصيبه. كان يقول لي كلام وحش كتير ما اعرفش لا، رغم ان انا كنت مؤدبه وكنت بعرف الصح والغلط وعمري ما عملت حاجه غلط، رغم ان كنت سني كام، كان لسه 10 سنين، يعني ما كنتش اعرف حاجه. كان ابويا دايما يشتمني شتيمه وحشه جو، كان دايما يضرب امي ويشتمها شتيمه وحشه جو، وكانت امي تقول لي اصبر يا بنتي. ما كنتش اعرف حاجه لغايه ما وصلت يمكن 14 سنه 15 سنه، لغايه امي وابويا في يوم صوتهم عالي على بعض، وقمت في يا ناس في يا جماعه. المهم ابويا ضرب امي ضرب جامد جو، امي طلعت على المركز عملته تقرير طبي، وابويا نهارها مسكوه ودوه المركز. وفضلت بقى امي فضلت مع ابويا وابويا فضل مع عمي محاكم وبتاع، لغايه ما قعدوا في قعده وابويا طلق امي وانا قعدت مع امي. انا بحب امي، بس امي في الوقت ده كانت تقول لي يا بنتي المصاريف كتير، روحي عند ابوكي، تعالي بيتي معايا كل يوم، بس على الاقل يا بنتي ما تحملنيش مصاريفك، يعني إن كانت لقمة ولا حتة لحمة ولا ولاش فراخ كلها عند أبوك، وتعشي وتعالي يا حبيبتي بيت عندي. أنا مش قد المصاريف دي، عايزة كتب، عايزة لبس، عايزة حاجة يا بنتي، حاجة بتاع البنات اطلبها من أبوك. فكنت أروح عند أبويا كان كل ما يشوفني يقول أنت زي أمك، أنت زي أمك، غور يا بنتي جاية لا ما تخليك عند أمك. كنت أكل ولاش الطبيخ مع ستي، أكل ولاشة لحمة، حتة فرخة، وهو اي حاجه تملى بطني وخلاص عشان ما اروحش لامي اعولها هم اكل. وفضل الوضع ده على طول لغايه ما ابويا جه في يوم طردني من البيت، قال لي اوعى تيجي هنا تاني، انت وسخه زي امك. وانا كنت عروسه 14 15 سنه، طب بيقول لي كده لا. رحت عند امي. المهم امي كان حالتها صعب بامانه وقرش مش في ايدها، لغايه ما في يوم من الايام سمعنا ان ابويا هيتجوز، وانه فعلا كتب كتابه على واحده، او يعني زي ما بيقول كده شرطوا عليا. امي زي ما يكون ولعوا فيها بجاز، قالت لي يا بت ابوك والخير اللي عنده هيروح لمراته الجديده ولعياله، اسمع يا بت اللي هقول لك عليه واعمليه بالحرف الواحد. كنت انا كرهت ابويا، كنت راح اقول له اديني فلوس ما يرضاش يديني فلوس. يا ابويا انا محتاجه حاجات كتير، يا ابويا ده انا كبرت. يقول لي غور يا بت ما انت وسخه زي امك، كان دايما يقول لي الكلمه دي، انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك. امي نظيفه، امي ما حدش لمس طرفها، امي ما حدش شاف شعره من شعرها، بس ما اعرفش كان ليه دايما يقول لامي كده. قالت لي اسمع يا صابرين. قلت لها يا اماي. قالت لي اعمل اللي هقولك عليه يا بت. هعمل ايه يا اماي؟ وشوشتني في ودني. قلت لها يا اماي انا اعمل كده؟ قالت لي ايوه. استغربت. لا يا اماي اتكسف. قالت لي يا بنت الكلب كسف ايه يا بت؟ تحب ابوكي؟ قلت لها لا يا اماي ما بحبوش، وانا فعلا كرهته. قال لي خلاص. قالت لي خلاص احنا كده هنكسر انفه ونزله يا اماي. قالت لي لا ده احنا هناخد عينيه يا بت.
اللي انت عايزاه يا امي. يلا البس هدومك وتعالي معايا. عارفه هتقولي ايه؟ ايوه يا امي. خدتني من ايدي، فضلت تحفظني، اقول لها يا امي حفظت خلاص يا امي، انا ما بقتش صغير، انا عارفه يا امي. وفعلا خدتني امي وودتني على مركز الشرطه التابع لبلدنا. وطبعا كانت مبهدله لي هدومي، ودخلت تصرخ وتصوت وانا معاها اعيط. ايه يا بت؟ قلت لهم ابويا مسكني في البيت وكان عايز ينام معايا. والله العظيم ما اعرف انا عملت كده ازاي، ولا امي ازاي اقنعتني بكده. كنت صغيره، وكان ابويا دايما يقول لي انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك. كنت كرهاه، وامي قالت لي دي اللي هتكسره وهتخلي انفه في الطين، مش هيقدر يرفع راسه في البلد كلها، وهيجي يبوس على ايديك عشان نتنازل. ما اعرفش. وفعلا رئيس المباحث اول ما سمع في الموضوع دخلني، ونهارها فاكر هو بيقدم لي الليمون ويطبطب عليا ويقول لامي ما تخافيش يا حاجه، بنتك مش بنتي يعني. قلت له ايه؟ عمل ايه يا بنت؟ امي كانت محفظاه. قلت له كنت نايمه عنده وجه جنبيا وحط ايده هنا وهنا وكان عايز يخلعني البنطلون. افتريت على ابوي. كانت امي محفظاني كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه، قله ادب، وحاجات لي حاجات انا ما كنتش اعرفها والله. خلاني قلت انه كان عايز يخليني اعمل كذا واعمل كذا واحط. المهم مش هقول الكلام العيب اللي امي قالته لي، ولا انا قلت لرئيس المباحث. رئيس المباحث على طول ساب كل اللي في ايده وقال له امناء الشرطه تروحوا تجيبوا لي الراجل ده من قفاه دلوقتي. وفعلا فوجئت ان ابويا داخل جايبينه من قفاه، ورئيس المباحث من قبل ما يسمع منه اي حاجه دب 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 بالاقلام على وشه، وانا قاعد ابص لامي وفرحانين انا وهي. وهو يقول بتضربني ليه يا باشا؟ انا عملت ايه يا باشا؟ قال له يا راجل يا وسخ. كنت فرحانه قوي وهو بيقول له يا وسخ، لانه هو كان دايما يقول لي انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك. فلما رئيس المباحث قال له انت راجل وسخ كنت فرحانه قوي، عشان كنت عايز اشوف الكلمه دي على وشه، لانه كان دايما بيسمعها لي. المهم قال لي قوم يا صابرين، ابوك عمل معاك ايه؟ ابويا بيبص لي كده. قلت له عمل معايا كذا وكذا وكذا وخلاني عملت كذا. انا يا صابرين؟ انا يا صابرين؟ اقول له ايوه انت، ايوه. وامي تقول له حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابويا عينيه تدمع والدموع تنزل، وانا ابص له فرحانه فيه، فرحانه اني شفت دموعه. ما كان ياما بيخليني ابكي، وياما كان بيشتمني ويقول لي يا وسخه، وياما طردني. المهم رئيس المباحث عمل المحضر ومضاني عليه وقال هتطلعوا على النيابه. وطلعنا على النيابه. ابويا قال انا عايز الطب الشرعي. رئيس المباحث قال له محدش قال لك ان انت اغتصبت، انت اتحرشت بيها ودي قضيه كبيره. المهم طبعا البلد اتلمت، وابويا اتفضح فضيحه كبيره، اتفضح في البلد كلها. حتى الناس اللي كان شرط عليهم سابوه، قالوا روح يا عم انت مالكش امان، اللي بصيت لبنتك هنأتمنك على عرضنا وشرفنا، روح يا عم، ده احنا نخاف لو اتجوزت بنتنا تبص لبناتك. نهارها اهل ابويا كلهم جوا عندنا، كانوا عاملين زي استغفر الله العظيم الذل وحش. تحننوا على امه يبوسوا على ايديها. خلاص يا حاج عيب، ده ابو عيالك، ما ينفعش الكلام ده. وام تقول لا لا، هو مش دلوقتي كان بيطرد البيت وما بيديهاش نفقه وما بيصرفش عليها؟ اللي انت عايزاه يسيب البيت ونقعد انا والبيت فيه. يسيب البيت؟ ايوه انا عايز اقعد انا وبنتي، انا ما اقعدش عند اهلي. وامي اتشرطت جامد فعلا. اضطروا اهل ابويا يجيبوا لنا شقه نقعد فيها، وكتبنا ورق ان يدفع لي كل شهر 1500 جنيه. الكلام ده خلي بالكم كان من 30 سنه، 30 سنه. ورحنا اتنازلنا، بس الفضيحه بتاعت ابويا لفت البلد كلها. لما رحت اتنازلت، ووكيل النيابه ورئيس المباحث يبص لابويا ويقولوا له كلام زي السم، وابويا يبص لي زي ما يكون بيستغرب. مبسوط ان ابوك اتضرب على جفاه قدامك؟ مبسوط ان ابوك اتشتم قدامك؟
مبسوطة ان انا اتبهدلت وسمعتي راحت في البلد. طبعا انا كنت مبسوطة، بس ابويا هو طالع وبيبص لي حسيت انه قلبي اتخلع مني والله. بس ما كنتش بعرف انا اللي عملته ده. انا امي حفظتني وكنت عندي 14 15 سنة، كنت لسه تانية اعدادي، كنتش عارف حاجة ولا كنت اعرف ان دي فضيحة بمعنى فضيحة. لكن لما كبرت عرفت ايه اللي حصل. انا عملت في ابويا وازاي كسرته وازاي خليت راسه في الطين وازاي ان انا عملت كده، لدرجة ان ده اثر عليا انا بجوازتي. كان الناس يقولوا هتتجوز البنت اللي ابوها كان عايز ينام معاها. والله سمعتها بودني، حتى اللي انا اتجوزته ده اللي ناس كتير كانوا يقولوا لي هتتجوز البنت اللي ابوها كان عايز ينام معاها. كنت عايز اقول له والله يا ابويا مظلوم، والله يا ابويا مظلوم، والله ما حصل، ده حكايه جوايا وامي الله يسامحها. ابويا طبعا عاش من غير جواز ومات من غير ما يتجوز. بس يا ناري، ابويا اللي كان يلبس الجلابيه مكويه ومنزه نفسه وعامل فيها انه هو عمده، بعد الموضوع ده والله كان بيتكسف يمشي في الشارع. كان بيتكسف يمشي في الشارع، زي ما يكون زهد الدنيا، زهد كل حاجة. فضل في بيته، من شغله للبيت ومن البيت للشغل، بس العينين والفضايح. وخاصة البلد كلها عرفت ان انا اتنازلت، مش عشان انه بريء، اتنازلت عشان دفع لي نفقة، واتنازلت عشان قعدنا انا وامي في شقة. وهو من ساعتها ما عنديش بنات. حتى لما اتجوزت الناس راحوا له قال لهم ما عنديش بنات، مرضيش يجي ولا يحط ايده في ايد المأذون. خالي هو اللي حط ايده في ايد المأذون، في ايد العريسة قدام المأذون. وعاش ابويا على قد ما عاش والله العظيم، ما حد يسمع له صوت ولا حد كان بيشوفه في الشوارع، حتى من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، زي ما اكون انا قهرته كسرته. يعني انا كنت طفلة، حتى كنت بقول لهم لا يا امي كده، تقول لي عشان اخد حق. انا قلت له لا يا امي، انت ما عملتيش كده عشان تجيبي حقك، انت عملت كده لما عرفت انه هيتجوز يا امي، ما هو مطلقك من زمان. اشمعنى ما فكرتيش في الفكره دي يا امي غير لما عرفتي ان هو هيتجوز؟ انت ما عملتيش كده عشان مصلحتي يا امي، انت عملت كده من غيرتك. كبرت وفهمت ووعيت وعرفت امي الحركه اللي عملتها دي كسرت ابويا للابد. لا عمر حد هيرضى يناسبه، ولا عمر حد هيحط ايده في ايد ابويا، ولا عمر واحده ست تبص لابويا، ولا عمر ابويا يقدر يبص لواحده ست. لان يوم ما هيبص للست، الست هتخلع اللي في رجلها، جرى يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا. خلاص امي دمرت ابويا واستغلتني انا في كسره. والله العظيم دموع ابويا نازله من عينيه وهو بيبص لي لغايه دلوقتي، فاكراها زي ما انا شايفاكم كده، فاكراها وعين دموع نازله كده. انا يا صبري، انا يا بنت جيت عندك، انا يا بنت ايوه جيت وحطيت كذا وخلعت من الهدوم والبنطلون، انا كنت قاعد ازعل وانت عايز تخلعني البنطلون، ايوه انت كذاب. انا يا صبري، انا يا بنت، انا ويمسك دراعي ورئيس رفع الدين، سيبها اوعى تلمسها يا وسخ، اوعى تلمسها يا وسخ. وانا اقول له ايوه انت راجل وسخ، انت وسخ. انا كنت بقول كلمه وسخ دي عشان هو كان بيقولها لي، انت وسخه زي امك، انت وسخه زي امك. مش قادر انسى الكلمه دي، بس يا ريتني كنت انا ردتها له مش بالشكل ده، باي شكل تاني. بس انا اللي عملته ده لغايه ما مات ابويا انا ما شفتوش، ولا حتى حضرت غسله، ولا قعدنا حتى، رغم ان انا بنته كنت المفروض اتلقى العزا فيه. بس واهل ابويا كانوا هيوافقوا؟ هما كانوا طايقيني بعد ما فضحتهم كلهم. والله العظيم نفسي اروح ازوره، نفسي اروح له القبر واقول له سامحني يا باي، سامحني يا باي، والله ما عارف انا عملت كده كيف. بس هو ابويا ممكن يطلع لي من القبر يقول لي غوري يا بنت ما تجيليش تاني، انت وسخه زي امك. لان اللي عملته فعلا اثبت لي ان انا وسخه، واثبت لي اكتر ان انا فعلا وسخه زي امي. مفيش ام تعمل كده، ولا في ام تعرض بنتها لكده، ولا في ام تحب يعني تكون بتحب بنتها وتخلي بنتها تقول الكلام الوسخ اللي انا قلته ده، وتحفظني حاجات انا ما كنتش عارفاها. امي مش حلوه وهي عايشه لغايه دلوقتي، كل ما ابص عليها
اقول لها لا يا امي. تقول لي ما تفكريش يا بنت في القديم، ما تفكريش في القديم. فكرش يعني انت ناسيه الموضوع ده يا امي؟ تقول لي ايه نسيت؟ ايه يعني؟ ما ياما شفت منه، ياما لسانه كان بيضربني بيه، ياما كان بيجوعني. هو كان بيصرف عليك يا بت؟ ولا فارق معاه. انا اتجوزت وخلفت دلوقتي، والله العظيم ما ناسي ابوي، ولا ناسي عينيه ودموعها، ولا ناسي وقفته قدامي، ولا ناسي الضرب اللي خده قدامي والشتيمه اللي خدها قدامي، وكله قاعد يتف ويشتم فيه، وهو واقف يقول والله ما حصلش، والله العظيم ما حصل، دي بنتي. والناس كلها تبص له من فوق لتحت، وشتيمه وسخه اتقالت له، وكله كان بينزل على قفاه، وانا واقفه فرحانه انا وامي. بس انا كنت صغير. ليه امي تعمل كده؟ ما اعرفش. وفضلت مخبيه السر ده جوايا، ان ابويا بريء. البلد كلها عارفه الموضوع، بس السر اللي جوايا ان ابويا والله مظلوم، والله ابويا ما لمسني، والله ابويا ما حط ايده عليا، والله ابويا عمره ما كان ليه كلمه يقولها قدامي وحشه اكتر من كلمه انت وسخه زي امك. والله ما شفت منه حاجه، ولا عمري شفته بيعاكس واحده، ولا بيكلم واحده، ولا ليه علاقه بواحده، ولا واقف على قدام الباب يكلم جارم ابدا. وكان دايما يخاف عليا، يقول ادخلي جوه يا بت، تتلاقوفيش بره في الشارع. بس بعد ما يقول لي الكلمه دي اقول له لا يا ابويا، ما كل البنات واقفه في الشارع. يقول لي لا، ما انت وسخه زي امك. يعني كان بيخاف عليا، بس انا ما خفتش عليه. مش عايز حد يشتمني والنبي، انا كنت صغير. اللي عايز يشتم امي يشتم امي، بهدلوها، بس بلاش انا والنبي. علشان انا فعلا والله ما اعرفش انا عملت كده كيف. وربنا يسامحني وابويا يسامحني، بس ابويا مش هيسامحني، لانه قضى شبابه كله محبوس في البيت. لا قدر يتجوز ويعيش حياته، ولا قدر يخلف عيل يشيل اسمه، ولا اي حاجه خالص. كان يقدر يتقدم لحد، ولا كان يقدر يتجوز، ولا كان يقدر يكلم بنته، ولا كان يقدر. كان في ست تقدر تدخل البيت يقولوا ده ديله نجس، ده بص لبنته. الكلمه دي كانت بتقطع جوايا كل ما اتفكر. وادي حكايتي، مش هعرف اصلحها. ابويا الله يرحمه، ولو قمت دلوقتي وقلت يا ناس ابويا بريء ما حدش هيصدقني. ادي حكايتي. نفسي حد يصدقني ان ابويا بريء، نفسي اصرخ، نفسي اطلع واقول فلان الفلاني الفلاني بريء، والله انا اللي ظلمت امي السبب. لكن حد هيصدقني؟ وابويا هيستفيد في قبره؟ ادي حكايتي. دي حكايه صابرين اللي فعلا ليه حق ابوها لما قال لها سميتك صابرين، وسبحان الله بقيتي صبر في حلقي. وفعلا بقت صبر في حلقه ابوها. مرار. ليه كده؟ يعني كانت ممكن ترفع قضايا، كانت ممكن، لكن الحركه دي حركه جامده قوي. حركه كسر رقبه، وكسر نفس، وكسر هيبه، وكسر رجوله. مين كان هيبص على الراجل ده؟ والمشكله انه اتضرب قدام بنته وقدام طليقته. اتضرب واتهان واتبصق عليه واتشتم، لان التهمه اللي البنت قالتها تهمه بشعه قوي، ان ابويا كان عايز ينام معاي. مصيبه. انتوا عارفين لو حقه حقيقي كنا كلنا قلنا للبنت جدع ان انت رحت اشتكيت. لكن المصيبه ان ده ما حصلش. حكايه من حكايات كتير مستخبيه يا جماعه، وياما في الجراب يحاول، وياما في الصدور قصص تبكي الميت مش تبكي الحي. شوف الميت حكاية تخليه يبكي من بشاعتها وقذرتها، زي حكاية صابرين اللي اتهمت أبوها بأبشع تهمة، كان عايز ينام معاه. اكتبوا يا جماعة رأيكم، وأنا بكتب معاكم، وكل واحد حر في يكتب اللي هو عايزه، بس بدون تجريح في صابرين. كفاية اللي هي فيه يا جماعة، كفاية اللي هي فيه. وما تنسوش إن هي كان عندها 14 سنة، تانية إعدادي. فكفاية اللي هي فيه. هي عايزة تفضفض معانا، عايزة تقول لأبوها بريء، أبوها بريء. بس لو نطق الحجر حد هيصدق. ودي حكايتنا النهاردة. أشكركم. بكرة من نفس المكان وفي نفس الساعة والنوع هيكون معنا حكاية، وبرضه حكاية مستخبية.